السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض وصفة كده. هنعمل الكاتشب مع بعض. هنا أنا معايا كيلو طماطم، جبته من السوق كده وسبته 3 أيام برا التلاجة يحمر معايا. وهنا معانا ربع كوباية مية، وهنا معلقة نشا، معانا نص كوباية خل، ونص كوباية سكر. هنا بقى التوابل بتاعتنا: معلقة بابريكا، معلقة ملح صغيرة، نص معلقة فلفل، نص معلقة توم بودرة، ومعلقة بابريكا كبيرة، وأربع فصوص بس كده قرنفل. اللي مش حابب القرنفل دي حاجة ترجع لك براحتك، بس هو بيديله ريحة حلوة يعني. هنا هننضف القوطة زي ما انتوا شايفين كده مع بعض. هنشيل العنق بتاعها كده زي ما انتوا شايفين، وهنقطعها بقى ونحطها في الحلة هنا كده. بصوا هنا لما انا سبت القوطه 3 ايام معانا، بصوا احمرت ازاي عشان تدي الكاتشب لون حلو. هنا نضفت الكميه كلها وقطعتها وحطيت ربع كوبايه الميه وعلقها بقى على نار هاديه خالص. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، حطيت على نار هاديه عشان معاكي ما حطيتش كميه ميه كفايه، والقوطه تستوي ما تلدعش منك عشان ما يبقاش طعمه مر. بصوا هنا كده خلاص انا استوت خالص اهي. بصوا بقى بشوفها بالمعلقه استوت خالص. هنا بقى هضربها بالهاند بلندر او عندك خلاط، اي حاجة تضربيها كويس عشان نصفيها بقى ما يطلعش الا البذر والتفل بس. هنا زي ما انتوا شايفين كده انا بضربها كويس بالهاند بلندر. هنضربها بقى كويس ونصفيها كده. اتضربت معانا زي ما انتوا شايفين اهو. صفيها بقى بمصفى سلك ناعمة او سلكة مصفى بلاستيك ناعمة، اي حاجة تكون ناعمة معاكي عشان ما تنزلش القشور بتاعة الطماطم والبذر بتاعها، عشان يبقى زي الكاتشب زي اللي بره كده ما فيهوش اي حاجه. بصوا زي ما بوريكم كده التفل كله انا صفيته. وهنا بقى الطماطم بقى، عصير الطماطم بصوا ناعم ازاي خالص عشان المصفى الناعمه ما نزلتش اي قشور منه. هنا نزود بقى بنص كوبايه الخل ونص كوبايه السكر كده زي ما انتوا شايفين كده. هنحط بقى التوابل كلها والقرنفل. اول ما تغلي كام غلوه كده هنتخلص من القرنفل وهنرفعه، هنشيله خلاص. هو يدي ريحه وطعم مع الكاتشب حلو. اللي بتقول ريحته نفاذه ومش حباه بلاش منه، بس هو بيدي ريحه حلوه يعني. هنا كده غليت معانا. بصوا هنرفع بقى خلاص كده، احنا خدنا الريحه من القرنفل هنشيله. هرفعه بقى الكام فص اللي انا حطاه هنشيله خالص. بصوا هتخلص منه واشيله كده. شيلتهم كلهم اهو. هنحط بقى هنا نص كوباية مية على معلقة النشا ندوبهم مع بعض، وننزل بقى صرصوب او حبة حبة ونقلب على طول بقى. مضرب بيخلي النشا معاكي ما تكتلش على طول، ايد تنزل وايد بالمضرب على طول عشان ما يكتلش معاكي. هنا خلاص انا تميت حبة النشا بالمية تميتهم. لازما بقى قبل ما تطفي لازما الكاتشب يبقبق معاكي زي ما انت شايفة كده عشان النشا تستوي. لو نزلتي النشا مش هيستوي وهيبقى طعمه وحش معاكي. لازما النشا يستوي عشان ما يبقاش طعم النشا طعمه ني معاكي. لازما كده. بص زي ما انت شايفه بيبقبق وكده. هو مش خفيف، انا بوريك هو مش خفيف. هو لما بيبرد سمكه بصوا ما بيستهدى ويبرد بيبقى حلو، انما هو اول ما بينزل بيبقى خفيف، وبعد كده لما بيبرد ويستهدى زي ما انت شايفه كده حلو وجميل. كيلو القوطة دلوقتي في السوق ب6 جنيه، هيعمل لك كمية حلوة قوي واوفر وانضف واحسن من كاتشب الشركات اللي مش ضامنينه اصلا بيتعمل ازاي. زي ما انت شايفة كده. واللون الاحمر دوت زي ما انا قلت لك انا سبت الطماطم بره لما احمرت كفاية. لو انت جايباها من السوق حمراء هتشتغلي بيها على طول. وزي ما بوريك هو بصوا جميل وطعمه احلى من الشركات كمان. اللي حابب يقل السكر شوية يقل، دي حاجة رغبة ترجع لك. اللي مش حابب مزازة الخل، هو مظبوط. المقادير دي مظبوطة، خل وسكر مزز على التسكيرة البسيطة اللي احنا بنشوفها في الكاتشب الجاهز. هو كده مقادير مظبوطة جدا وطعم جميل.
اتمنى الفيديو يكون يعجبكم وينور رضاكم. هنا زي ما بقول لكم بصوا عمل كميه كبيره كويسه معايا، زي ما انت شايفه اهو كميه حلوه قوي. الاولاد كل الاكل دلوقتي بيبقى عايزين جنبه الكاتشب والمايونيز، وانا هعمل لكم برضو فيديو عن المايونيز وهنزله. حاجة البيت اوفر واحسن بكتير من لما تشتريها جاهزة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتدوسولي لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.